السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني الأعزاء، كيف حالكم؟ أتكلم معكم عن الكوارث الطبيعية. كثير من الناس قالوا أنه أنا شمتان في أمريكا. وهل أنت مش شمتان لما بتنتصر على غريمك أو خصمك في المحكمة؟ هل أنت مش بتفرح لما بتنتصر على خصمك في المحكمة؟ مش بتفرح لما بتنتصر على خصمك في المعركة؟ مش بتفرح لما ربنا سبحانه وتعالى يبتليه بمصيبة؟ أنا عايز أعرف، هو كلمة شماتة دي، أولا شيء كلمة شماتة دي بتاعت البنات. البنات هم اللي بيقولوا فلانة بتشمت في فلانة وكلام من ده. إنما الظواهر الطبيعية واللي هي بتنقسم إلى مصايب طبيعية، كوارث طبيعية أو ظواهر طبيعية، أنت نفسك ظاهرة طبيعية، أنت ميلادك ظاهرة طبيعية، دخولك الخلاء علشان تتبرز ظاهرة طبيعية. لازم تفهم الفرق بين الظاهرة الطبيعية والكوارث الطبيعية. الكوارث الطبيعية دي بقى هي جاية في الطبيعة، لكن المقصود بها مين؟ الإنسان. لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هل هيشوفوا يرى ده بقى في الدنيا في الآخرة؟ ما ينفعش في الدنيا. يتخرب بيته، يجيله شلل، يجيله زلزال، يجيله كارثة. هتقول لي طب ما هو في ناس كويسين وهجي لهم الكوارث دي. ايوه، لانه لا يقع في ملكه الا ما يريد، انما يبعث الناس وفق اعمالهم. الناس لما تبعث هتبعث وتتحاسب وفق أعمالها. فليس معنى أنه زلزال أو بركان كسح قرية أن كل القرية كفار. أكيد فيه ناس كويسين. يبقى إذن اللي بيقدر يتدبر أنه الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وإن هو بينكد على اللي بينكدوا في الناس. ما هو امتى حصل زلزال أمريكا، ولا قصدي متأسف حرائق أمريكا؟ حصلت بعد ترامب لما قال إنه أنا إذا توليت وما كانتش لسه القضية الفلسطينية والأسرى رجعوا بيوتهم، أنا هحرق الشرق الأوسط. فاتحرقت أغنى ولايات أمريكا. ومش كده وبس، ده ربنا سبحانه وتعالى جعل من الشجر الأخضر نارا، جعل من الشجر الأخضر، وجعل من الطيور منها من ينقل اللهب من مكان لمكان عشان تزداد الأمور اشتعالا. هي دي مش آيات بس لا يعقلها إلا العالمين، لا يعقل هذه الآيات إلا العالمين. أما بقى البنات فبيقولوا شماتة. البنات واللي حاطه البانه في بقها تقول ده شماته. ايوه يا ستي شماته يا حبيبتي. اذا لازم نعرف ان الله عزيز ذو انتقام. ربنا سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام. وربنا سبحانه وتعالى لما خلى سيدنا المسيح يحمل الصليب على ظهره ثم يرفع على الصليب، الناس كانت شايفه مين؟ كانت شايفه سيدنا المسيح. مش كده ولا ايه؟ هل كان ربنا بينتقم منه؟ هل ربنا انتقم من المسيح؟ عقيده مين اللي بتقول ان ربنا بينتقم من المسيح؟ عقيده الكفار بس. انما الله لا ينتقم من المسيح. لازم نفهم دلالات الامور، ومش كل اللي انت شايفه مظبوط. لأن ربنا عندنا في القرآن بيقول ايه؟ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وعلى فكرة البصر غير الإدراك، متأسف، البصر غير النظر. فالبصر هو نظر بإدراك، بصر بإدراك، نظر بإدراك.
اما النظر بس فيا دوبك كده يعني واحد شايف خيال. يبقى اذا معلش نحاول نتثقف شويه، نحاول نمشي مع ربنا شويه، ونبطل شغل البنات ده شويه. شكرا جزيلا.